في ناس بتتولد معاها موهبة من ربنا سبحانه وتعالى، ودي حاجة غريبة. هداف قالوا عليه إن هو ممكن يكون أحسن لاعب في الوطن العربي، بل وأحسن لاعب مثل الوطن العربي في أوروبا. طوله مناسب، مهاجم هداف قوي، وكان في بعض الأحيان هو مفتاح اللعب لأي فريق، وأي فريق في أوروبا كان يتمنى إن هو يتعاقد معاه. وقرر ياخد الموهبة دي يركنها بقى على جنب. لا فكك بقى، عقلية مدرب في 2007. أهلا بيكم من وجهة نظري. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا عمري ما حبيت. سنة 83 اتولد هذا اللاعب وبدأ في نادي الزمالك. تقريبا سنة 99 احترف في أوروبا وهو عنده 17 سنة، ودي كانت معجزة إن طفل يتشاف وهو عنده 17 سنة، لأن هو بالنسبة لنا بيبقى طفل. يعني 17 سنة ده لسه طفل، لسه بيشوف الدنيا ماشية إزاي. يسافر في مسيرة احتراف كبيرة وطويلة ويرجع زي ما كان. ودي غريبة إن هو ما عملش الإنجاز اللي المفروض يعمله. وده بياخدنا لسؤال تاني: هل الناس بترفع سقف التوقعات على شخص معين فبتخليه من كتر ما هو ده هيكسر الدنيا، فهو من كتر ما رفعنا سقف التوقعات عليه هو وقع؟ ولا هو المينتاليتي بتاعته ضعيفة ووقعته بدري بدري؟ اصل هو لعب برضه في أندية كتير، لعب في اياكس، ولعب في روما، لعب في مارسيليا، لعب في توتنهام، ومع ذلك برضه ما عملش الانجاز اللي المفروض كان يحصل. سجل اهداف حلوه، موهبه حقيقيه كسرت الدنيا، موهبه حقيقيه علت سقف توقعات المصريين. ولكن تيجي هنا المشكله في انه هو مزاجنجي. كان دايما مزاجه هو اللي بيحكم عليه. كان دايما ما بيسوقوش الانضباط، الاحترام في الملعب، الانضباط في التمرين، الانضباط في النوم، وتصريحاته ووزنه اللي دايما كان بيزيد ويقل. ما بيحافظش على وزنه، دايما في حاجه ناقصه. اللاعب ده قوي قوي وجامد قوي، فهو دايما في حاجه ناقصه. انت كنت بتضرب نفسك بنفسك، ما حدش كان بيضربك. انت اللي بتوقع نفسك، ما حدش كان بيوقعك. جسد قوي، طول، سريع، هداف، هيدر كويس، لكن تلاقي ان المنتاليتي هنا بح. في 2014 بدأ التدريب مع نادي الزمالك، وفاز مع الزمالك على فكرة بكاس مصر. بس تيجي تبص دايما على الكواليس، تلاقي الكواليس كلها خناقات واستقالات وقرارات غريبة وزعيق وشتيمة وتصريحات غريبة بتطلع على الحكام المصريين، وفي أوضة اللبس، وتصريحات في الإعلام، وتصريحات وخناقات مع ناس ودايما مشكوك فيه. دايما هو بيعمل حاجات ما يتوقعهاش حد. ما يتوقعهاش حد ان ده لاعب كبير، لعب احترف في اوروبا ولعب في مصر ودرب نادي كبير زي الزمالك. دايما كان عايز ياخد اللقطه، دايما كان عايز ياخد الشو. درب الاسماعيلي، ودرب وادي دجله، ودرب المقصه، ودرب النهضه السعودي. المشكله في النتائج دايما كان معظم الفرق اللي هو بيروح يدربها، دايما الفرق دي كانت بتتراجع في الترتيب، دايما مستواهم بيبقى وحش. هل المشكله فيه؟ العقلية اللي احنا اتكلمنا عليها في الجزء الأول من الحلقة. العقلية دايما هي اللي بتفرق. دايما كان بيشغل نفسه بأي حاجة تانية بره تدريب الفرقة والاهتمام بيها والنظام. دايما كان عنده هنا مشكلة، وكل تجربة كانت بتبان إن هي هتنتهي بسرعة. تدريبية استمرت لفترات طويلة، وبرضه فجأة نلاقي يعتزل ويستقيل. فهل المشكلة في الإدارة؟ مشكلة في اللعيبة؟ مشكلة في أوضة اللبس؟ مشكلة في الجمهور؟ ولا المشكلة فيه هو اللي عنده مشكلة؟ علينا بعد فترة ويعمل أكاديمية. هي تقريبا ده أحسن مشروع أنا شايفه بالنسبة لي، ويمكن هو ده المشروع الوحيد اللي أنا حاسس إن ده أحسن حاجة أو أحسن قرار هو عمله، بإن هو يطلع شباب نشء صغيرين. فجأة يظهر علينا عمل برنامج اسمه أوضة لبس، وظهر في قنوات كتير كمحلل رياضي. دايما بيحب يبقى في الصورة، خناقة على تويتر، خناقة في استوديو، خناقة في مؤتمر إعلامي، مسك منصب إداري في بيراميدز ولكن بدون إنجاز يذكر. يعني مشكلته دايما إن هو كان عايز يبقى كل حاجة، وده ما ينفعش. الحقيقة إن صاحب بالين كداب. ولكن تخيل بقى واحد كان عايز يبقى مدرب وإعلامي ومؤثر وخبير تغذية. أنا خايف يعني يطلع علينا بكرة يقول لنا أنا عايز أغني راب، وده اللي وقعه بسرعة. حتى لو كان
طالع بسرعه الصاروخ وتخليه يوقع كل حاجه، كانه بيضرب نفسه ونفسه، كانه بيوقع كل حاجه عليه. وهي دي دايما كانت مشكلته. اول مشكله اللي كانت دايما بالنسبه لي مثلها الشخص. ما تنساش لو عجبتك الحلقه اوعى تنسى اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، الحاجات دي بتدعم الصفحه وبتخليها تكبر. واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. سلام عليكم. السلام عليكم.